في ناس ما بنعرفش أساميها، وهبت أيامها ولياليها عشان نمشي في الشارع حاسين بالأمن، عشان الضحكة تفضل ترن. في ناس بيضحوا بالروح والدم، ويعدي علينا الليل والنهار واحنا حاسين بالأمان. وجوه وأسماء لرجال شرفاء سابوا وراهم شمس بتطلع كل يوم، لبوا نداء الواجب وكانوا دايما مستعدين لتلبية صرخة مستغيث. كان فاضله 15 يوم هيتجوز، كان جاي الصبح مبسوط بأدوات الكهرباء وكده وراح عند خطيبته. كان معايا والمفروض ان احنا كنا متفقين عشان ننزل نرتب الفرح، كنا نازلين نجيب فستان الفرح، كنا متفقين. ويومها مشي عشان كان عنده مأمورية، في اليوم ده كان مستعجل جدا. محمد عمره ما يجي تاني، عوض مع الله. الإرهاب خطف حياة أبرياء من أهلنا وقطع علينا طريق رزقنا. استحل الإرهابيين دمنا واحتموا في أرض سينا اللي باركها ربنا. تم تكليف قطاع العمليات الخاصة من أمن مركزي ومأمورية بجبل الحلال من طيران بعض الإرهابيين اللي قاموا ببعض التفجيرات في شرم الشيخ وطابة. في معلومات كانت مؤكدة إنه بيستخدموا ألغام ومعاهم أسلحة. كان مطلوب إن احنا نمشط الجبل بترتيب معين وبخطة معينة. كانت إقامة كاملة في الجبل، في الصباح بيتم مطاردة الإرهابيين في المغارات، وعقب ذلك بيتم الثبات في المكان اللي احنا موجودين فيه. وصلنا الحمد لله إلى المستهدف من المهمة، وتم بالفعل السيطرة على الموقعين والقبض على عدد من المطلوبين للعدالة. استوجب الأمر الاستمرار في الجبل استكمالا للمهمة. يوم 25/8 تم دفع عقول أمني بالقبض على الآخرين. كان في مبرعة متقدمة في أول الكول ومشت على المدى.
فيها لغم من ناحيه الكاوتش الشمال. في هذه الامور بيتم الاخلاء والسيطره وتامين الموقف، واثناء هذه العمليه حصل تفجير اخر. تصور في الشهيد اللواء محمود عادل والشهيد عمرو عبد المنعم. الشهيد اللواء محمود عادل ما نامش دقيقه واحده، كان واقف على رجليه بيتابع الناس، بيتابع القوه معاه. كلم مريم بنته لانه يوم استشهاده هو يوم عيد ميلادها. قال لها يا حبيبتي انا ان شاء الله هرجع يا السبت يا الحد وهعمل لك اجمل عيد ميلاد في الدنيا. الشهيد عمرو عبد المنعم كان صديق عمر، اشتغلنا مع بعض اكتر من 16 سنه. كنت بعتز جدا بحرم عمرو عبد المنعم، وبعتز برضه بحرم الشهيد عمرو عبد المنعم. شباب مصري وآباء مصريين صدورهم درع لينا من الإرهاب والجريمة، مواجهتهم حمتنا من خطر حوالينا. الله عز وجل تجلى على ابن عبد الخالق بشيء خلاه مقتنع اقتناع تام ان هو ربنا خلقه يدافع عن امن امه. كان دايما قبل ما يمشي يعدي يسلم عليا ويقول لي ادعي لي. المره دي لو انا بكلمه بقول له تعالى عشان تسلم عليا انا موجوده. أم رد قال انا مش هلحق اجي اسلم عليكي، قلبي انخطف شويه. كان بابا قاعد قدامي بيكلموه في التليفون فصب على وشه عرق. قال لي احتسبي ابنك شهيد عند الله. قلت احتسبته شهيد عند الله. قلت احتسبته شهيد عند الله. بيخرجوا كل صبح من بيوتهم مش